في نوعين من المواطن المصري، مصري واسكندراني. الاخ مصري لا اسكندراني. عشان اسكندريه دوله لوحدها، ليها لهجه، فيها رنه كده، مش بتاعت حد، ماستر بيس يعني. مزنوقين في مكان ومش عارفين نصور فين، هنروح اسكندريه. هناك هتلاقي كل حاجه هتعوزها تقريبا. المخرج هيعرف يطلع هناك احسن الكادرات، وغير كده وكده هو مش هيبذل مجهود ويقولك احنا فين، يعني انت تعرفها لوحدك كده. التاكسي الاصفر، البحر، كوبري ستانلي. الفيلم بيبدا فجاه كده وبيقولك ان احنا في اسكندريه على طول، فتلاقي البطل مش محتاج يعرف نفسه ويقولك انا اسكندراني. شوف شكل البحر عامل ازاي، بالعرض مش بالطول زي اي بحر تاني. شايف كل حاجه، شايف الدوران اللي هناك ده بيبين لك كل حاجه، تمد عينك بعيد تغرق. بس في التفاصيل مش البحر. اسكندريه عندهم حاجات مميزه، يعني مثلا عندهم الزفه الاسكندراني، ودي زفه بس مش عاديه، فولكلور كده. فاكر العيال هربت؟ هم فرقه بيعملوا زفه تمام، بس هم في الفيلم ما ورولناش كل حاجه من ناحيه الزفه والفولكلور. عندك اغاني اصلها اسكندراني كانت بتتعمل في الزفه زمان برضو، زي ملحه في عينك كده لما تصلي على النبي، لغايه دلوقتي مشهوره والناس عارفاها، ودي اصلها اسكندراني كانت بتتعمل في الزفه بتاعه العرسان دي. ده غير اللبس بتاعهم الغريب في موضوع الزفه ده. يعني في مسلسل فيفا قطاطا لما كان محمد سعد في اسكندريه قبل رايه وسكينه وغنى مهرجان القمه واللمبي، كان هم لابسين اللبس بتاعهم الواسع ده، البنطلون الواسع بتاع علاء الدين ده، حاجه مميزه فاهم. هتلاقي دايما في اسكندريه كل حاجه، مناظر طبيعيه، زحمه، روقان. بص كل حاجه من الاخر. المخرج سهل انه يلاقي لوكيشن تصوير، مش هيتزنق يعني. هو بص لازم يجيب لك البحر، اكتر حاجه هتحسسك بجو الصيف او اكتر حاجه هتلمسك من ناحيه الصيف هي اسكندريه. اشهر مصيف الجميع بتاع الكل، كل الطبقات بتروح له بقى. لو في دور حد من طبقه مش غنيه هتصدقه عادي، مفيش مشاكل، ولو حد من طبقه غنيه برضه هتصدقه عادي، ما بتقولش لا، ما بتزعلش حد. في القاهره مثلا في الافلام عشان تجيب واحد طالع عينه لازم تبين انه طالع من منطقه شعبيه، ولما ربنا بيكرمه مفيش كادر واحد بس بيجيب المنطقه دي تاني غير وهو رايح عشان يضايق البنت اللي سابته، او رايح لحد من اهله اللي سابهم قاعدين لسه في المنطقه الشعبيه. اسكندريه لا، انت مش محتاج تودي البطل المنطقه شعبيه عشان تبين هو مين اصلا. اي مكان هيمشي معاك وهيتصدق. الفنان جاي يصيف لو هو في الصيف، ولو في الشتاء هو جاي يتفسح، يشتغل ويتفسح، ميكس ولا اروع. دايما هتلاقيه قاعد مرحرح كده في الفيلم، الجو هناك جميل. بدايه الفيلم بقى المخرج مش محتاج خالص يعمل بدايه كريت، هو هيبين لك البحر او التاكسي الاصفر. دايما السمك مربوط باسكندريه، ماشي ولا مالي؟ طعمه حلو اورجانيك كده لسه طالع من البحر، فدايما هنقدمه لك احسن حاجه. والمخرج هنا مش هيحتاج يتعب في نوع الاكل عشان يبينك انت من انهي طبق. اصل خد بالك الطبق بتاعك برضه بيحدد انت من انهي طبق من غير ما تتكلم او المخرج يقدمك. ممكن الفيلم بيبدا والبطل قدامه الطبق بتاعه بياكل، طب دي تقديمه الفيلم، هنعرف منين الكاركتر ده ايه؟ ما علينا من المكان، بس الطبق بتاعه واللي جواه قادر انه يبين لك اذا كان رياضي او لا، مريض ومحروم من اكل معين او لا. بص طبق سحر بيبين لك الشخصيه دي مين. في صراع ازلي من زمان من ناحيه الاكل، يعني مثلا في المسلسل الشهير لن اعيش في جلباب ابي، والمشهد الاشهر على الاطلاق فرح ثانيه. وساعه البوفيه بقى بيحصل صراع بين العيلتين على البوفيه اللي مختلف تماما عن عيله عبد الغفور البرعي، العيله اللي متمسكه بالاصول، وعيله سياده الوزير، العيله اللي فاهمه في الاتيكيت كويس قوي. عيله عبد الغفور كانت بتتخانق عشان تلحق، ام خضار كانت بتخبي في الاكياس عشان تاخدها معاها وهي مروحه، يمكن حد يجوع بالليل ولا حاجه. ام زي اي ام عايزه تاخد نصيب اكبر مش ليها يمكن لحد من ولادها. ونوفا اللي كل همها وكل ده بيحصل وعيلة سيادة الوزير قاعدين في الركن البعيد الهادي بيتفرجوا على اللي بيحصل وملهمش دعوة خالص. بص ده صراع مكلف كمان، يعني المشهد ده ما خلصش ب 2 جنيه مثلا، لا المشهد ده اتكلف جامد. في اسكندرية بقى هي اكلة سمك، يعني من البحر، مش هنغلب خلاص كده، مفيش مخمضة خلصان. ولو البطل اتزنق في نص الليل وعربيته عطلت هيروح بالتاكسي الليل الاصفر، لون كله سعادة وارتياح، هو جاي مع الكاميرا، عينك بتبقى مرتاحة معاه كده، مش حاسس بحوار غريب او حاجه. وسبب ان تاكسي اسكندريه لونه اصفر هو ده الهويه القديمه بتاعتهم تمام، بس ده عشان برضه بيقلل الحوادث. من السهل انك تلاحظ اللون الاصفر مختلف، مش شبه حاجه، يعني محدش هيجي يخبط فيك ويقولك ده انا افتكرتك رصيف مثلا. اللهجه الاسكندراني جميله كده، مش شبه حد، وانت بتسمعها تحس انك بتسمع حاجه غريبه. وعلى فكره مش كل الاسكندرانيه بيتكلموا بنفس الطريقه، عادي بيتكلموا زي اي حته، مش لازم ايوه في كل اندهاش. وبعدين انت لو بتصور في اسكندريه في الغالب مش هتحتاج مصحح للهجه يصلح وراك كل كلمه، ما هي كل ده مصاريف زياده على الانتاج برضه، عادي هتتكلم زيهم او مش فارقه، ممكن تتكلم عادي الطبخه مش هتبوظ. انما لو بنصور في الصعيد مثلا لازم واساسي يكون في مصحح لغه، لو اتكلمت بلهجه تاني غير اللهجه الصعيدي وانت في الصعيد مش هتتصدق وعلى طول هتفقد مصداقيتك. شوف لهجه بس الطبخه هتبوظ. وغير كده الصعيد لو انت في الصيف مش هتعرف تقعد براحتك زي اسكندريه، دايما التصوير هناك هتلاقي الكاميرا بتحب تمشي مع الفنان كده في المناظر الجميله، لازم يجيب لك اغلب معالم اسكندريه والكاميرا تلف معاك كده، مش هيقعد ساكت.
والكاميرا ذات نفسها بتحب اسكندريه. بص مفيش حاجه فيك، مش عامل لك لوكيشن مخصوص. المكان اللي اتصور فيه الفيلم في الغالب انت شفته فعرفت قد ايه ان هو حقيقي. انت يمكن تشوف المكان ده اصلا قبل ما تدخل الفيلم بشويه، وانت بتتفرج عقلك هيكون مربوط بالحته اللي شفتها، مش مكان خيالي معمول مخصوص لمشهد، فتلقائيا كده في الغالب هتحس المشهد قوي. المود اللي بتعمله في اسكندريه مود ابداع بصراحه، يعني حاجات كتير اتكتبت هناك عشان الروقان اللي بتحس وقتها. يعني ده نجيب محفوظ كان بيقعد هناك على قهوه اسمها اتينيوس، اسم يوناني، والطبع بتاعه برضه يوناني، وده نتيجه اختلاف الثقافات كده، يعني الحوارات اللي انت عارفها دي. وهناك دكتور نجيب محفوظ كتب قصه فيلم ميرمار. والراجل اللي مشرفنا في مصر وبره مصر اللي غنى في كاس العالم شاب صغير كده طلع من اسكندريه وقالها اصلا اسكندريه تجيبش غير اباط. هو معترف انها ما بتجيبش غير اباطره. ومش العلامه ده بس اللي من اسكندريه، يعني في علامه تاني كمان، عمر الشريف. ولو فضلت اقول لك من هنا للصبح مين اللي طلع من اسكندريه مش هنخلص في الغالب. دايما اللي عنده موهبه ما في محافظه ما بيقول لك انا نازل القاهره يا عم عشان اجري ورا حلمي واوصل للي انا عايزه. انما اسكندريه لا، انت لو منها وصوتك حلو او صوتك مش حلو عادي وعايز تغني هتلاقي استوديو جنب البقال اللي في الشارع اللي انت فيه. بلد الفن والفنانين بجد، اتغنى لها كتير وكتير قوي كمان عن جمال الاماكن بتاعتها وعن ناسها برضه. الشاعر احمد شوقي كتب فيها انها التاريخ والحضاره وجميله الحكماء والشعراء، وكتب فيها كتير. يعني هو اصلا من القاهره بس لما كتب في حب اسكندريه. هو كتب للنيل برضه اللي في القاهره، بس اسكندريه غير. بستغرب دايما من الانتماء اللي عند المواطن الاسكندراني بالذات، هو مش بيبقى متمسك باسكندريه كمحافظه او كنادي، الموضوع بيوصل انه بيبقى متمسك بالمنطقه اللي هو طالع منها. يعني مهما راح او جه هيقول لك دايما انه من الورديات، هيقول لك انه بيشجع الاتحاد السكندري. ولو كان من القاهره ونقل اسكندريه هيقول لك مش من مصر انا من اسكندريه. خلاص هو دلوقتي راح دوله تانية اصلا، ثقافات كتيره حاجات كتيره عدت عليه كده. يعني الكتاب على البحر ولا اروع. انت لو عايز تكتب حاجه شعر او اغنيه الموضوع في الغالب مش هيبقى مكلف، هتروح على البحر ومعاك الورقه والقلم وهتبص يمينك او شمالك اكيد هتطلع بحاجه. يعني مش هتمشي كده، المود هيجيبك على طول. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب، مش هيحصل حاجه خالص. ولو عايز تدي لايك قشطه، شكروش فشخ. لو عايز تدي كومنت، ويلا صباحكم مساكم لذيذ.